ستار ايامنا زي ما اتعودنا مع حضراتكم بيكون فيها او موجود معانا فيها مجموعه من المواهب الشابه. الحقيقه اللي بنحاول وبنستمر في البرنامج انه يكون مجموعه المواهب دي نعرضها على حضراتكم. حضراتكم بالتاكيد بتقولوا رايكم في المجموعه اللي بنقدمها، سواء في الفن، سواء في الغنى، في الشعر، في التمثيل، في التقليد حتى. كل ده بيكون معانا في فقرة ستار ايامنا. اسمحوا لي ارحب بالموهبة اللي معانا النهارده، ايهاب كامل ومطرب. اهلا بيك يا ايهاب. اهلا بك يا دكتور. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا بشكر حضرتك على الاستضافه الجميله دي. اهلا بيك. ده برنامج، ده التلفزيون المصري وبرنامج لكل الشباب المصري. ايهاب قول لي، انت دارس مزيكا؟ انا دارس دراسات حره. انا حاسبات ونظم معلومات، وكملت بعد كده دراسات حره في المزيكا. وانا يمكن من اسره غنيه. والدي كان ممثل مسرحي ومخرج مسرحي، وخاله برضو كان ممثل مسرحي. وكنت يعني بسعى بقالي فترة في المجال الفني، وإن شاء الله برضو في حاجة تمثيل كده إن شاء الله داخلها قريبا. إن شاء الله. إيهاب، الحقيقة أنا عايزين نقول بقى إيه، إيهاب أهو موجود، عايزين نسمع منك حاجة تعرف مشاهدينك بيها. أنا هسمع حضرتك حاجة إن شاء الله للجيش المصري. اسمها مولود هنا. بهديها للجيش المصري وبهديها لكل مصري شريف عاوز يحافظ على البلد. اتفضل حبيبي. أنا من هنا مولود هنا عايش هنا من 16 سنة. أنا من هنا عايش هنا مولود هنا من يجي 16 سنة. دايبين في بعض انتي وانا، دايبين يا مصر انتي وانا. انا من هنا. جميلة. اشمعنى 16 سنة يعني؟ هو يمكن انا اخترت 16 سنة عشان يمكن دوت هو يعني سن الحقيقي اللي بيستفرد فيه يعني بيبقى الشاب بينضج، بيبقى محسوب على الدولة يعني. فاخترت 16 سنة ان هو عمر الظهور، يعني هو بيبقى لسه طالع على الدنيا الشاب، حتى بيستفرد بذات الشخصية كده. دي كلمات مين؟ ده كلامي ولحني. كلامك انت او لحنك انت؟ جميل. مريت بتجربة غناء قدام جمهور؟ حد سمعك؟ بعمل حفلات. انا اصلا من اسكندرية. وبعمل حفلات هناك، يعني بعض الحفلات كده بنزل لايف، ولكن يمكن بعد الثورات الأخيرة ديت في مصر يعني الحال هدي شوية بالنسبة للحفلات، ولكن احنا برضه شغالين والفن الجيد ان شاء الله مستمر. بالتأكيد. عايز اعرف منك يعني الدراسة فادتك في ايه اللي انت درستها؟ انت عملت دراسات حرة. دراسات حرة في المزيكا. طبعا الدراسة بتعرفك انت بتغني مين، مقام اللي انت بتغني منه ايه، اذا كان مقام كورد ولا بياتي ولا نهواند ولا سيكا سيان وكذا، يعني اي مقام انت بتغني منه فيدك في اللايف. يعني مثلا بتقول للاورجانيست اللي معاك تقول له انا عاوز مثلا مقام كذا، تبقى فاهم على الاقل، حتى بالنظرات بتفهم. وطبعا بتقدر تغني كمان بارتياحيه افضل. بتبقى مرتاح وانت بتغني، غير لما حد مثلا بيغني صوت مستعار مش صوته، او صوت على صوت. يعني انت عارف حضرتك هندسه الصوتيه دلوقتي بتعمل ابداع، يعني حد ما بيغنيش خالص ويعمل اللي هي الاغاني اللي هي يقال مهرجانات، ولكن ان شاء الله هتاخد وقت. اللايف تكش. طبعا ده يبان في اللايف.